6 اشهر ميت قدام الخلق. كيف يا حكمت؟ والله ما انا عارفه اعمل ايه. العيل ده لازم ينزل. ينزل؟ انت اللي بتقول كده يا دياب؟ على عيني يا حكمت، بس بكره بطنك بتكبر وحنتفضح قدام الخلق. ايوه بس ده حرام. بعرف انه حرام. ربنا يسامحنا ويعوض علينا بغيره لما الامور تتحسن. السلام عليكم ست حكمت، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا طاهر. واضح انني جيت في وقت مش مناسب، بالاذن. خليك يا طاهر، اقعد. داني كنت جاي عشان اقول لك خبر حلو جايز يخرجك من الحالة اللي انت فيها دي. قول. اصلاني والواد كامل اخويا المنتن ده اللي انا عرفتك عليه فتحنا شركة استيراد وتصدير زي الشركة اللي فتحتها انت ووهدان، اهو يعني الشركة دي تبقى غطا على شغلنا التاني. عفالم عليك يا طاهر، اهو كده الشغل ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة تاهت وما حدش حيقدر يتابعها. مش ناقص غير ان انت تلاعب لنا القرد وتوصلنا على بضاعة نجيبها من بره نبيعها وناكل فيها لقمة عيش. يا ريت يا طاهر، بس كيف؟ ده احنا بحاجة لرجال. ده التهريب عاوز له ناسه، مش اي حد يعرف يدخل البضاعة، ده عالم تاني. خلاص ادي العيش لخبازه، هات مهربين بالاجره يخلصوا لك المساله دي. دول مش عاوزين اجرة، عاوزين نسبة ما تقلش عن 40% من كل عملية. يا دين النبي، 40%؟ وغير كده انا ما اضمنش يسرقوني يوصلوا البضاعة للمخازن ناقصة. لا بضاعة ايه دي اللي توصل نقص؟ وده كلام؟ طب يعني احنا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كده واحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب، سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد يا وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. هي ايه دي يا طاهر؟ مش الضابط حسام ده كان شغال ضابط في المكافحة والحكومة رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضية ورميناه في السجن؟ قول يا طاهر، انت هتقول لي قصة حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره، مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعة من بره. انت بتخرف بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمت، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجالة الحكومة وعارف ألاعيبهم وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبة لنا زي جوكر الكوتشينة نقش بيه وبعد كده نحرمه. ونعرف منين انه حيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقه والحكومه رمياه وبيشتغل بلطجي في كباريه، يرفض كيف؟ البلطجة هينة قدام اللي حيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيدي الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتعوم على عمره. اسكت يا حكمت، انا قلت حقتله يعني حقتله، بس خلينا نستفيدوا منه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا. مجبورين ومفيش قدامنا حل غير كده. طاهر، اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا. اعتبره حصل يا سيدي الناس. طب العصفورة قالت لي انك في الديسكو سهرتي ولبستي يا العركة هتقوم انت. يا ساتر عليك وعلى غباوتك، انا ايه اللي خلاني تهفيت في عقلي وجبتك معايا بطبق البصاره اللي انت لابسه دي؟ مساء الخير يا جماعه، منورين. الله يخليك. تطلبوا حاجه تشربوها ولا نطلب عشاء؟ لا خش في العشاء على طول. طبعا. ويا ريت تشوف القمرتين الحلوين دول هياخدوا ايه. القمرتين دول يخشوني انا. ايه يا حيوان انت؟ ما تنزل ايدك انت. قول يا ادوارد، انت عايز انت كمان يا؟ ما يصحش كده يا حضرتك، ما يصحش. وانت مين انت كمان؟ انا بعد اذنك مدير امن المكان ده. المكان ده هيتدردغ على اصحابه. ايه؟ حسام بيه الهلالي مصطفى
باشا انا ماليش اي علاقه بالراجل اللي اتعور ده وراح المستشفى. وانت مين؟ انا راجل صاحب كباريه محترم، كل مهمتي يا باشا ان انا احمي الزباين اللي عندي واشفط بطني واعدي. ورجالتك دول بقى هم اللي عملوا المجزره دي؟ يا خساره يا باشا، كانوا رجالتي زمان، لكن من دلوقتي خلاص حد الله ما بيني وبينهم. يا باشا دول بلطجيه كسروا المحل على دماغ الزباين، انا عاوز اعمل فيهم محضر يا باشا. لطيف قوي جو البيع ده يا مسيو منير. دي جازتنا ان احنا كنا بنحمي الكباريه المحترم بتاعك. صحيح اخرة اسمهم ايه دول علقه؟ مين يا باشا اللي بقول لك اخر اسمه؟ انا بقول لك يا باشا انا بشهد من دلوقتي وبعلنها، الناس دي انا رفضتهم خلاص، والكلام ده شاهد عليه حضرتك يا باشا. بنقع شغلانتك، انت هتطردنا من الجنه. وانتوا اسماكوا ايه بقى؟ اسمك ايه يا روح امك؟ ايه يا باشا روح ام مين؟ ده المقدم حسام الهلالي، ده كان ضابط في مكافحه التهريب، اكيد سيادتك سمعت عنه. لا طاهر ايه؟ طاهر ايه؟ ما هم لازم يعرفوا برضه ان انت مش شويه، ازاي تقول كده يا باشا؟ انت تقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يا باشا ده حسام الهلالي اخوه الكبير. وانت مين ان شاء الله؟ أنا طاهر المصطيه يا باشا، اللي اخوه مرمي في المستشفى، بس مش مهم، فداكم يا باشا. أنا أهم حاجة عندي إن الموضوع ده يخلص عشان خاطر حسام باشا، أنت ما تعرفش غلاوته عندي. انت بتقول ايه؟ بلطجي في كباريه؟ انت متأكد ان حسام اخويا؟ طب انا جاي لك حالا. اسمه منيل. محمد في عرضك اهو، ما تعملش فيها كده. يا محمد ما يصحش يا بني ادم، ما تقف بكلمك. انت عايز مني ايه بعد ما عريتنا وبعد ما حطيتني قدام زمايلي؟ انت واحد كذاب. ما كان لازم اكذب يا ابني، كان لازم اكذب علشان تنسوني انت امك واختك. هي دي بقى شركة الامن اللي انت شغال فيها؟ حط نفسك مكاني، ما كانش في شغلانه شريفه هتقبلني. انت تشتغل بلطجي وفي كباريه يا حسام؟ في كباريه؟ لا وزعلان قوي ان انا اديتك فلوس. لان انا الكبير، انا الكبير ومقهور ومكسور وعاطل. يا ريتك فضلت عاطل ولا عرتنا، ده انا ابتديت اشك دلوقتي ان انت دخلت السجن بسبب جريمه انت ارتكبتها. اخرس وطي صوتك. لا مش هخرس ومش هسكت، وكفايه بقى دور الملاك اللي انت عايش لنا فيه. هل انت مصدق ان اخوك وسخ يا محمد؟ اه، وانت اللي خليتني اصدق كده. ما تقولش اخوك، انا اخويا مات، انت ما بقتش حاجه تشرف. ايه ده؟ ايه يا حسام باشا؟ هو ماله جاي متشمل علينا ليه كده؟ ماني خلصت الموضوع جوه، وبعدين انا مش عايزك تزعل، دي مصارين البطن بتتخانق وانتوا اخوات واكيد هتتصافوا. لعله خير ان شاء الله. سيبنا لعله. سيبوني في حالي كلكم، سيبوني في حالي. رايح فين؟ رايح في داهيه، سيبوني في حالي. جنرال، هنسيبه يا جماعه في حالته دي كده؟ على فكره احنا مش هينفع نسيبه كده حتى لو غصب عني. يا جماعه ما ينفعش يمشي كده، طب نوقف له تاكسي حتى. ما تسيبوه يمشي، ما تسيبوه، مش كفايه شبهتوه بمشيكم معاه في كل حته، سيبوه ينضف شويه. تصدق بقى بسبب طولة لسانك دي مش هيطلع عليك نهار جديد. بعد الشر عليا. ما هو كانوا بيهزقوا فيكم طول النهار والليل جوه في القسم، اللي ما في حد فيكم اتشمل ولا فتح بقه، ولا يعني هي جت عليا؟ جاتكوا القرف. الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح؟ انت الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح يا حسام؟ ايوه يا ماما. ايوه. انا مش مصدقه نفسي. معقوله انت حسام الهلالي؟ انت ابن البطل نجيب الهلالي، ابني اللي ربيته على الاخلاق الحميده والطيبه والاحترام، تبقى كده يا حسام؟ كبرتك وخليتك ظابط قد الدنيا ينضرب بيك المثل، في الاخر تشتغل لي بلطجي وفي كباريه؟ مش مصدقه نفسي. لا صدقي، صدقي يا ام البطل، اللي واقف قدامك ده حسام هلالي تاني خالص، غير اللي بطنك شالته وغير اللي ربيتيه وكبرتيه. وايه اللي اتغير فيه؟ وقع، نفسه اتكسرت بعد عنك، بقى عامل زي الفرس اللي ملوش لازمه ولازم يتضرب بالنار. الفرس الاصيل لما يقع وينكسر بيقف تاني ويكمل المشوار، مش ينضرب بالنار. ده كان زمان يا امي، انما احنا في زمن اللي بيقع فيه دلوقتي بيتداس بالجزم ومحدش بيمد له ايده. وانا رحت فين؟ انا امك رحت فين؟ انت ناقصه، ده انا فشلت ابقى سندك، كمان هبقى حمل عليكي. حمل عليا يا حسام؟ حمل على امك؟ وعشان ما تبقاش حمل تضيع نفسك
وبعد ما كنت ظابط محترم تبقى بلطجي؟ بعد ما كنت بتحمي الناس تبلطج عليهم؟ وفي ايه؟ في ايه بتحاسبوني على ايه؟ ها بتقطعوا فيا ليه ومعلقين المشانق ليه؟ انا اتبهدلت، انا اتظلمت واتهنت، اتسجنت ظلم وما شفعليش ملف خدمتي في الداخليه اللي ما فيهوش نقطه سودا، دقت طعم الذل على تهمه انا اصلا ما عملتهاش، ارحموني بقى، ارحموني، وفي الاخر انت قعدت في البيت زي النسوان، واخويا الصغير بدل ما اديله مصروف بيرمي لي حسنه، لا انا اكرمني واشرف لي ادوس على الناس كلها بالجسم بدل ما يدوسوا عليا يا ماما. لا يمكن تكون ابني اللي ربيته، لا يمكن. عمري ما كنت اتصور انك تبقى مهزوم بالشكل ده. انا ربيتك عشان تبقى بطل، مش فوق يا ابني، فوق من اللي انت فيه وكفايه بقى، فوق فوق. اخبارك ايه يا بنت يا سماسم واخبار الهزه على حسك؟ يوه اديني مقضياها. يعني ايه مقضيها؟ انت بتغزي العين ولا ايه؟ قصدي يعني الكيت والزباين الحلوه اللي بترمي فلوس. الفلوس زادت وفاضت على الاخر يا اختي. بلا نيله عليا وعلى بختي، ما انا كنت بهز واعمل لهم قرد، لا كنت بشوف فلوس ولا نيله. ما انت يا اختي اللي اتسرعتي واتجوزتي وسبت الرقص والهز بدري. هي مين دي يا اختي اللي سابته بدري؟ ده انا هاجي واغيظكم كلكم، هما يومين رست كده ونازله الملاعب تاني وهكسرها. يا اختي تيجي بالسلامه ان شاء الله وزباينك مستنيينك. على احر من الجو. لا جايه اقعدوا بقى كده. ايه ده مين دي؟ في ايه مالك؟ ما تهدي، تزعقي ليه وداخله بزعبيبك؟ صاحبتي سماسم في ايه؟ لا صاحبتك تقابليها في شقتك، انما المناظر الزباله دي المسخره دي مش عايزاها في بيتي. ومين بقى يا اختي الاخت ان شاء الله؟ الاخت دي ان شاء الله تبقى صاحبه البيت ان شاء الله. بقول لك ايه، تاخدي الزباله دي وتطلعوا بره، ده بيت محترم. في ايه؟ جرى ايه يا ايمان؟ سوق جايه باخر الشارع. فين بنتك بتطردني من البيت انا وصاحبتي؟ انت ضيفه في البيت ده يا لولا، ومفيش ضيف بيجيب ضيوف معاه. في ايه؟ ايه الصوت العالي ده؟ في ايه يا مان؟ الحقني يا عمر، اختك بتبهدلني انا وصاحبتي وبتطردنا بره البيت. ولو زودتي في الكلام هديك انت وهي بالشبشب. جرى ايه يا اختي اللي محدش عارف يلمك؟ مالها دي؟ اوعي سيبيني، اطلعي بره انت وهي. ايمان عيب كده، ما يصحش الكلام ده. انا راجع تعبان من الشغل وعايز اخش ارتاح شويه. انت تروح ترتاح في اي حته تانية الا هنا، طول ما انت معاك المناظر الزباله دي انا مش عايزاك في البيت ده، فاهم ولا لا؟ انا وامك مالناش غير سمعتنا، ومش هيجي عيل زيك على اخر الزمن يجي يوسخ سمعتنا. خد الزباله بتاعتك واطلع بره. ازيك يا حسام باشا؟ ازيك يا طه؟ عرفت عنواني منين؟ اللي يسأل ما يتوهش، مش هتقول لنا اتفضلوا؟ مين الافندي؟ دي كامل اخويا اللي كان منتن ما انت عارفه، لا بس دلوقتي اتغير على الاخر، بقى بيستحمى وبقى يحط برفان. واضح ان مش هو لوحده اللي اتغير وبقى يستحمى ويحط البرفان يا طاهر. كلنا اتغيرنا يا حسام بيه. هو الزمن بيخلي حد على حاله. معاك حق. انما انت ايه اللي تحضر بيك الحل تحت قوي كده؟ ده اني الدمعه كانت هتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباريتي. مستني ايه من واحد رد سجون زيي؟ وايه اللي حصل يعني يا باشا؟ انت مهما حصل هتفضل الباشا الكبير بتاعنا. ده كان زمان. انما انت ما شاء الله يعني ايه اللي نقلك النقله دي؟ هم عينوك مدير الاداره وانا مش دريان ولا ايه؟ اداره ايه يا باشا؟ يعني بعد اللي شفته بعيني وشفتهم رموك في السجن اكتئبت من الشغلانه وسبتها وبقيت بشتغل في التجاره. تجاره يالا انت هتصيع؟ وانت كنت لاقي تاكل ولا حيلتك حاجه من اساسه؟ أنا بشتغل مدير عند أخويا كامل المنتن ده، هو وشريكه. أخوك ده؟ أيوه، عقبال أمانتك له واحد صاحبه راجع من إيطاليا، معاه فلوس إيه؟ بالزوفة. وطبعا ما لقاش غيري أنا وأخويا طاهر عشان يأمن لنا على فلوس. بتشتغلوا في إيه بقى؟ في الاستيراد والتصدير. بتصدروا إيه؟ بهايم؟ إحنا مش بنصدر، إحنا بنستورد كل حاجة من الصين. ما شاء الله.
واضح ان الشغل ماشي معاكم واشيتكم معدن. هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسام بيه، وعشان كده احنا جايين لك النهارده. جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا. اشتغل معاكم؟ اشتغل معاكم يا مصطفى، انا ما بعرفش صيني. بيقول لك ما بيعرفش صيني. يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا، واكيد بحكم شغلك في الداخليه لك علاقات في المواني وعلى الحدود. ده حقيقي، بس ده هيفيدكم بايه؟ يفيدنا كتير قوي. ما هو انت لو مسكت لنا اداره التخليص الجمركي عندنا في الشركه هتخلص لنا عمليات كتير وبسرعه، وانت معارفك ياما. وده هيفيدكم قوي يعني؟ ايه اللي هيفيدنا يا باشا؟ يا باشا تايم از موني. تايم از موني. والله بقيت تتكلم انجليزي يا مصطفى. يا باشا يعني هي جت عليا؟ لا، جت لحد عندك وتحت رجليك، وجت عليا انا وده سيبني. ما احنا بقى جايين لك عشان نهيلب يو، يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجله تفرمك والضحضح عظمك. الدنيا غداره يا حسام باشا، واني بصراحه من ساعه ما شفتك امبارح واني مش على بعضي. طب ده انا ما عرفتش انام طول الليل حتى اسال الواد كامل. انا يا اخويا طاهر عمره ما يكذب ابدا. جراد انت هو وانتوا شايفيني ماشي برايل وهدومي مقطعه ولا ايه؟ العفو يا باشا، بس انت باشا وهتفضل طول عمرك باشا. وبصراحه يعني شغلانه بلطجي دي مش لد عليا. انت حقتك يا باشا تقعد في مكتب ويكون متكيف وتبقى حواليك سكرتارية وتبقى مدير وتاخد 5000 جنيه في الشهر. كم؟ 5000 جنيه يا باشا. 5000 جنيه؟ هي شغلانة التخليص الجمركي دي بتكسب قوي كده؟ امال ده احنا بنستورد شحنات بألوفات، واللي يخلص لنا مصلحتنا بسرعه لازم نحليله بوجه. قلت ايه يا باشا؟ قلت ايه؟ ولو اني مش مرتاح لكم بس ما فيهاش ولا. خليك ورا الكداب لحد باب الدار.